النهارده هيكون مشرفنا من يعني محافظة الإسماعيلية. كان في عدد كبير جميل جم علشان يقدموا مواهبهم الجميلة. والحقيقة أنا كنت في يعني توهم كده إن أنا مش عارفة هل هيجيبوا ولا لأ، بس هخليها دايما مفاجأة. هشرفنا النهارده معانا دينا أحمد، مش كده؟ من محافظة الإسماعيلية ومن فرقة الرواد. ومعانا احمد اسامه عبد الرحمن. اهلا بيك يا احمد من فرقه الرواد. ومعانا المايسترو الجميل ذات الاصابع الالام الذهبيه الجميله علي نبيل عازف الاورج. اهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بحضرتك. دايما مواهب على الطريق تحب تجمع المواهب بطريقه رقيقه وجميله، واتمنى ان شاء الله ان احنا نمتع مستمعينا بهذا البرنامج. في البداية هل انتوا بتحبوا تقولوا التراث الإسماعيلاوي ولا بتحبوا تقولوا كل الألوان في فرقة الرواد؟ والله حضرتك فرقة الرواد طول عمرها يعني بتجمع من كل ألوان الغنى. يعني احنا يعني ممكن نغني موسيقى عربية، وبنغني التراث اللي هو السمسمية، وبنغني ممكن ندخل أغاني خاصة، ألحان خاصة للسيد أو كلمات مثلا حد تبع الفرقة. اغاني خاصه بالفرقه. خاصة بالفرقة. هل انتوا عاملين اغاني خاصه بالفرقه؟ في اغاني خاصة بالفرقة طبعا. طب جميل. طب ايه رايكم نبتدي بقى حلقتنا النهارده بان احنا نقول اغنيه خاصه بالفرقه؟ يا ريت. ايه رايكم؟ هتقولوا لنا اغنيه ايه؟ اغنية يا مصر نادي ولادك. يا مصر نادي ولادك. يا مصر نادي ولادك. الله جميل. دي هيغنيها احمد اسامه عبد الرحمن ودينا، وهيكون بمصاحبه علي نبيل عشان بس ندي ناس حقها. دي كلمات الاستاذ محسن عموشه، والحان الاستاذ صدر رمضان، قائد ومايسترو الفرقه. جميل. وهو بقى اللي بيدور على الكلمه الحلوه والاصوات الجميله. اكيد طبعا. هنسمع بقى بس. هي على فكره اغنيه فوكل. الاغنيه دي اغنيه جماعيه. جميل. وعلى فكره انا بحب اشير بس النقطه، بما انه ذكر استاذ سيد رمضان. الحقيقه احنا عندنا ميزه اعتقد انها مش موجوده في فرق كتير، الا وهي الديمقراطيه. الله عليك. الله. اللي هي مفيش حاجه اسمها، يعني هو راجل مش ديكتاتور اطلاقا. مفيش حاجه اسمها انا، في حاجه اسمها مش موضوع مش كده وبس. اولا احنا كاعضاء بنرتبط بعلاقات شخصيه ما اعتقدش انها موجوده في اي فريق موسيقى، او قلما تجدها. بلاش نقول يعني بلاش نجزم بانه مفيش، لكن في علاقات شخصيه قويه جدا. ممكن تلاقينا في الاعياد كلنا موجودين في مكان يعني واحد. يعني نقدر نقول انتوا زي اسره واحده. بيت العيله. احنا اسره والاسره نادي الرواد بما انه جمعيه صغيره، ولكن هو زي ما علي قال استعير الكلمه بتاعته بيت العيله. هو بيت العيله. احنا هو في بينا حب، عشان احنا في بينا حب. اكيد كلنا بنحب نتجمع هناك، تسالوا على بعض اكيد طبعا. احنا عيله واحده. وممكن تنتقدوا بعض تقول له لا ده حلو ده وحش ده اكيد طبعا. ادام في المصلحه كلنا في المصلحه ومفيش غيره وحب. الاكتر من كده كمان هرجع تاني لزاويه الموسيقى، انه انا مثلا عملت حاجه تخصني، لحن يخصني مثلا لكلام، جبت كلام معين وعايز يعمله وعملته. خلاص بعرضه طبعا على الاستاذ سيد، خلاص اللي هو المايسترو بتاع الفريق. السيد رمضان. وعلى فكره هو كمان قائد فريق الجيزه، قصر ثقافه الجيزه الموسيقى العربيه، وكان قائد لفريق بهتيم، وهو بيدرب عدة فرق، بيدرب في فيوتشر اكاديمي. جميل. ده من حظكم بقى الحلو ان هو يعني متنقل شباب قريب مننا جدا في السن الحقيقه. وبقول لحضرتك لو انا جيت عندي ملاحظه مثلا في لحنه، ممكن يتقبلها بمنتهى يعني جميل. فعلا تعالى نعدل ده، تعالى نغير ده. ما عندوش حته انه يعني نقدر نقول ان انتوا زي ما قلتوا اسره واحده وبتكملوا بعض. فعلا. ماشي. طب نسمع بقى منكم حاجه لفرقه الرواد الخاصه بيكم. قلت لي العنوان يا مصر نادي ولادك. مصر نادي ولادك.
يا مصر نادي ولادك وسقينا من نهر نيلك، يا فاتحة للكل بابك زرع الأمان سلسبيلك. يا مصر نادي، يا مصر نادي ولادك وسقينا من نهر نيلك، يا فاتحة للكل بابك زرع الأمان سلسبيلك. عطاش الحيارى كل اللي حبك حبيبي، يا أصل كل الحضارة فرع بيجرب وريدي، واسقي العطاش الحيارى كل اللي حبك حبيبي، يا أصل كل الحضارة، يا كل الحضارة، يا كل الحضارة. من فوق خدود الغلابة لمت دموعك في حجري، الضلمة تطرح ديابة وانت الأمان جوا صدري. من فوق خدود الغلابة لمت دموعك في حجري، الضلمة تطرح ديابة وانت الأمان جوا صدري. اسقيني من نبع حبة ويكونوا عمري اللي باقي، الموت في عشقك محبة وكفاية كلك فدائي. اسقيني من نبع حبة ويكونوا عمري اللي باقي، الموت في عشقك محبة وكفاية كلك فدائي، يا كلك فدائي، يا كلك فدائي.